الآخر خذوا خيرهم فكانت تلك ما جاء ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عين ولا ينام قلبه كذلك الأنبياء تنام أعينه ولا تنام قلبه فتلاه جبريل ثم عرج به إلى السماء إلى السماء باب علامة النبوة في الإسلام تنام الوليد سلم بن رزيز سمعت أبا رجاء قالت سنة عمرو بن حسين أنهم كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فادلجوا ليلة حتى إذا كان ولي الرسول فغلبتهم أعينهم حتى انتفت الشمس وكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه وجعل يكبر ويرفض ويستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل وصلى بنا الغداء فاستعزل رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة فأمر أن يتيمم بالسيد ثم نزل وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوع بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا وبيننا نسير إذ نحن بامرأة سادلة رجليها بين فقلنا لا إن الماء فقال إنه لا ماء فقلنا كم بين أهلك وبين الماء قال يوم وليلة فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نملكها من أمرها حتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة فعمل بمزادتها فمسافة العزلاوين فشربنا عطاسا 40 رجلا حتى رأينا عطاشا 40 رجلا حتى روينا آلتان ججو آية الله باس الجرة تبيض شرير الله آية وإداوة غير أنه لم يكن مليبو بانو ججوا فملانا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نسكن ويتكاد تند من الملء ثم قال ويتكاد آليسين دياتون جن تند من الملء ثم قال هاتوا ما عندكم فجمع لها من الكسرة والتمر حتى على قال لقيت أثار الناس أو هو نبي كما زعموا فعد الله ذاك السرمة بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا حدثني محمد بن بشار بن أبي عدي سيدنا قتادة أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بنا وهو في الزوراء فودع يده لنا وجعل الماء ينبع من بين أصحابه فتودع فقال لا قلت لأنس كم كنتم قال 300 أو زهاء 300 عبد الله بن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الصلاة والعصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديهم فودع رسول الله يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتودعوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصحابه فتودع الناس حتى تودعوا من عند آخر متنا عبد الرحمن بن مبارك بن حازم قال سمعنا قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعد مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فأدرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتودعون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدم من ماء يسير فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فتودع ثم ادى أصابعه الأربع القديم ثم قال قوموا فتودع القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه. حدثنا عبد الله بن منين السمي يزيد أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أدرت الصلاة فقام حتى بلغوا أنقذ يتنت وانفد أن كيست للا من الوضوء وضوء الرافي لغاتي رافي خنونتا نما ترباتم تقاو قدري نما ترباتميتي نم سدي تنفاني كنجيجو قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضا وبكى قوم فوت النبي صلى الله عليه وسلم بمغضب من حجارة في ماء فودع كفه فساخر المغضب أن يبسط فيه كفه فدم أصابعه فودع في المغضب فتودع القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا قال 8 رجل أتنا موسى بن إسماعيل أتنا عبد العزيز بن مسلم أتنا حسين عن سالم بن أبي جهل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال تصلى الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتودع فجيش الناس نحوه فقال ما جت فجيش الناس نحوه دوبا نمني ورينجي چورسا فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتودع ولا نشرب الا من بين يديك وضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين اصابعه كامثال العيون فشربنا وتودعنا قلت كم كنتم
كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 نما هو ماري بشني جلالا حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا موسى بن حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا اسرائيل بن ابي اسحاق عن بير رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 400 والحديبية بئر فنزعناها حتى لم ندخل فيها واتك خيست نديب نجي في قطرة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فجاء بماء فدا بما بشان نافذ فمد ومج في البئر خيست فيه فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا إذا ديني وربنا جنن قد أبو بانوت أو صدرت ركائبنا وروت ركائبنا أو صدرت شكرائنا قال لك الناس ليبوني به أو صدرت ركائبنا تكاو قال لك الناس قوفيت دك جتو حدثنا عبد الله بن مسعود بن مالك بن ابي اسحاق عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا عارف في الجوف هل عندك من شيء؟ قالت نعم فاخرجت اقراص من شيء ثم اخرجت حمار لها فلفت الخبز ببعده ثم دسته تحت يده ولا ثتني ببعده ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقلت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه قلت نعم قال بطعام وقلت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قوموا وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه فاوته فقال ابو طلحه يا ام سليم وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس عندنا ما نطعم فقال والله الله ورسوله اعلم فانطلق ابو طلحه حتى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحه معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا ام سليم ما عندك فاتت بذلك الخبز فامر برسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعسر ام سليم عكه فادمنته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاء الله يقول ثم قال إذا لعشر فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشر فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشر فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشر فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا محمد بن المثنى أبو أحمد الزبيري إسرائيل عن منصور عن إبراهيم الكمة عن عبد الله قال كنا نعد الآية بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بنا في ماء قليل فادخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله ولقد رأيت الماء ينبع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل حدثنا أبو نعيم بن زكريا قال حدثني عمرو قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخلة ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه والنعمة ونتو إن إسين دلتو ديني سرجت دندون جينيا فانطلق معي لكي لا ينقش علي الغرماء أكل رت ورمي ديني سرقة بهمتون دلين ابن وجين ديمي فمشى حول بيدر دوبني ديمي جنبي مدي ودتكا من بيادي التمر ودوان تمرار فجاء ثم آخر فبخلته ثم آخر إيغنا أماس مشى حول بيدر آخر قولي ودتام مدي ديميا ثم جلس عليه فقال انزعوا فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما قامتنا مسلم ولا سنجمة من النبي حدثنا أبو عثمان أنه حدث عبد الرحمن بن بكر رضي الله عنه مع الناس أبا كانوا أناس فقراء والنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بالثالث ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال وأن أبو بكر جاء ب3 وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يشهد وأبو بكر 3 قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر وأن أبو بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس حتى صبح العشاء ثم رجع فلبس حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مدى من الليل ما شاء الله قال له امرأته ما بسك عن أضيافك أو ضيفك قال أوشيتهم قالت أبوا حتى تجي قد أردوا عليه وغلبوهم فذهبت فاختبأت فقال يا منصر فجدع وسباه وقال كل وقال لا أطعم أبدا قال أيم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر مما كان قبل فنزل أبو بكر فإذا شيء أو أكثر قال لامرأتي يا أخت بني فراس قال لا قرة عيني مالي ما ذا جنجتو مالي تنجين رام بسيستين
قالت لا هو أن بيخو جت وقرة عيني لهي نسيجتوتي. الآن أكثر مما قبل ب3 مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم عملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عاد فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم ناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث ما قال أكلوا من أجمعون أو كما قال وغيره يقول فعرفنا من العرفة عرفنا من عرفة دمين أقول نجيتو حدثنا مسدد بن محمد عن عبد العزيز عن انس عن ايونس عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اصحاب اهل المدينه بعثنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه ويخطب يوم الجمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله حلقت القرى وحلقت الشهاد فدعوا الله يسقينا فمد يديه ودعا قال انس وان السماء مثل الزجاج فهاجت ريح انشات سحابا ثم اجتمع ثم ارسلت السماء عزالها فخرجنا نخوض الماء منازلنا فلم نزل نمطر الى الجمعه الاولى فقام الينا ذلك الرجل او غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت ودعوا الله يابس وتبسم ثم قال حوالينا ولا علينا فنزلت الى السحاب تصدعه المدينه كانه الاكليل قمدوا ميساني لا لجي تصدع هكذا دانجيت مدي مدينات كانه اكليل أكوان إخليل تاجا مدينة كمان لك سيجي جت مرميلا لا أكوان دو ميسون إخليل تاجا تيجي جو حدثنا محمد بن مثنى وان قتة وهي مرسني أكوان فوداته أكوان قتة إخليلته وهو ما أحاط بالشيء وهو مرسني أكوان تاجا تيجي جو حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان حدثنا واسمه عمر بن علاء اخو ابي عمرو بن علاء قال سمعت نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الى الجزء فلما اتخذ المنبر تاول اليه فان الجزء فاتاه فسأله عليه فقال عبد الحميد اخبرنا عثمان بن عمر اخبرنا معاذ بن علاء عن نافع بهذا باتي معاذ قونا ذاتي ماس عمر بن علاء يقولنا ورواه أبو عاصم عن أبي رواد عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه سنبا حسان جلخينيا حدثنا ابو نعيم حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال سمعت ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعه الى شجره او نخله فقال امراه من انصار رجل يا رسول الله لا نجعل لك منبرا قال ان شئتم فجعلوا له منبرا ولما كان يوم الجمعه فعل المنبر فساد النخله سيان سبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم تدموا اليه تئن عن نسبه الذي يسكنه قال كانت تبكي على ما كانت عندها حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان من ايام بن سعيد قال اخبرني حفص بن عبيد الله بن انس بن مالك انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان المسجد مسقوفا على الجزء من قفوت مرارت منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب يقوم الى الجزء منها فلما على الجزء وكان عليه فسمعنا لذلك الجزء صوتا وكصوت العشار حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكتت حدثنا محمد بن بشار بن ابي عدي عن شعبة عن الثاني بن خالد حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت ابا وائل يحدث عن حذيفة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقالوا حذيفة انا اعوذ كما قال هات انك لجريء ما في تجين جتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في اهله وماله وجاره تكفر الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليست هذه ولكن التي تموج كوجه البارك على يعمل المؤمن لا باس عليك منها ان بينك وبينها بابا مغلقا قال يفتح الباب او يبصر قال لا بل يبصر قال ذاك ارى الا يغلق ذاك شبوسني تؤارى حقيقة الا يغلق قلهم دبودا قلنا علم عمر الباب قال ابو وائل قوتن ابو وائل تو اسان جن عمر بيخي جنني قال نعم كما ان دون غد الليله اني حدثت حديثا ليس بالاغاليط فهمنا ان نساله امرنا مسروقا فساله فقال من الباب قال عمر أبا وائل قال عمر ذات عمري عمر دونا فتنان توبا نمت كبلا